هنلخص النهارده الحلقه الاولى من انمي كونوسوبا. هتقول لي لخصت الانمي ده بالذات؟ هقول لك عشان الدراما والحبكه والقصه الكبيره جدا يعني. قولوا لي لو عايزين نكمل في الانمي ده واكتبوا لي اسامي انميات عايزين نلخصها تحت. يلا بينا نبدا. وبيبدا الانمي بشخص اسمه كازو واللي بيكون عاوز يطلع بره على عكس العادي عشان يبقى اول واحد يجيب نسخه من لعبه مشهوره. وبعد ما خلص الرحله بتاعته واللي كانت 5 ساعات عشان يجيب اللعبه دي، هو مروح بيشوف بنت هتصدمها عربيه فبيجري عليها ويزقها وبيبص بيلاقي نفسه في مكان غريب. وبتيجي بنته وبتقول له ان هو انت مت ودلوقتي انت في مكان ما بعد الموت. وبيسالها ايه اللي حصل للبت اللي انا انقذت حياتها، فهو بيطمن ان هو ما ماتش على الفاضي. ترد عليه البت وتقول له ان هو كده كده ما كانش هيموت والجرار كان شايفها وكان هيقف قبل ما يوصل عندها. فبينديش كذا ما بيقول ايه ده يعني انا مت على جرار؟ فبتقول له لا انت ما متش بسبب الجرار، انت مت بسبب الخوف ان الجرار هيصدمك اصلا. وبيقول لها انا مت بالخوف، فبتضحك وبتقول له انا بقالي سنين طويله بشتغل في الشغلانه دي بس لاول مره في حياتي اشوف واحد مات بالطريقه المضحكه فشخ دي. وبتقول له ان هو كان خايف ان العربيه تدوسه لدرجه ان هو شخ على نفسه من الخوف. انتقل لاقرب مستشفى والاطباء والممرضين فضلوا يضحكوا عليه عشان ان هو ميت بنوبه قلبيه. وبيصرخ بيقول لها خلاص بقى خلاص يا وليه، مشاعري يا وليه مش عايز اسمع حاجه. وبيسد ودنه تقرب منه بتقول له حتى عيلتك ضحكوا عليك انك مت من الخوف. بتقول له ان اسمها اكوا. من الاخر كده هنسميها كوكو. بقول ان الناس بتعبدني في اليابان عشان انا بواجه ارواح الشباب اللي ماتوا لحياتهم الى حياتهم الجديده. وانت دلوقتي قدامك اختيارين. اول اختيار انك تبدا حياه جديده من الصفر، او ان انت تروح للجنه وتواصل حياتك هناك. وبتقول له ان الحياه في الجنه مش ممتعه وانك برضو تبدا حياه جديده، فدي حاجه ممله برضو. وبرضو عشان انت بتحب الالعاب فانا هقدم لك عرض جيد. في عالم بيتعرض للغزو وبين جيش من ملك الشياطين، القرويين والابرياء بيموتوا بسبب الشياطين دول. وبما ان اي شخص مش هيبقى عاوز يعاد تجديده هناك فعدد السكان اللي هناك بينقص، فانا قررت ان انا ارسلك هناك. فاي شخص بيموت في العالم بقرر انقله لعالم تاني واللي هو العالم ده. فبيرد عليها كذا بيقول لها طب ما هو مفيش فايده بما ان انا هنا مت بسبب جرار في الخوف، طب ما انا اروح احارب شياطين هناك ازاي؟ انا عايزك تقنعني ازاي. عشان كده انا هعمل لك خدمه واحده وهي انك تقدر تاخد اي حاجه معاك وانت رايح. ممكن تاخد سلاح، قوة خارقة، موهبة مميزة، بالاضافة انك لما تروح هتقابل ناس بيعرفوا يحاربوا الشياطين. يلا اختار وانا هديك اي قوة انت عايزها. وهو بيختار بيقول لنفسه انا رايح لعالم مليان من السحر، فاكيد عايز قوة سحرية جامدة. بتتريق عليه فبيتضايق وبيقول لها انا عايز حاجة واحدة بس معايا في العالم ده. بتقول له ايه الحاجة اللي انت عايزها دي؟ بيقول لها انا عايزك معايا. تقول له تمام خليك واقف في الدايرة دي. تقول له ايه انت بتقول له ايه انت قلت ايه من شوية؟ وبتظهر الهة تانية وبتقول له بناء على القوانين فاللي انت طلبته طلبك هيتحقق. وبترد على كوكو وبتقول لها انت اكيد بتهزري، اخد الالهه معاه ازاي ده مخالف للقوانين. وبتقول لها لما تموتي ملك الشياطين هبعت لك حد يرجعك تاني. كوكو بتقول لها بس انا مش معايا اي قوه قتاليه ازاي هقتل ملك الشياطين. وبتقول البطل اللي هيقتل ملك الشياطين هيبقى ليه حق انه يتمنى اي حاجه. وبتظهر بابا وبتنقلهم الى عالم الشياطين وفعلا بيتنقلوا مدينه اكسل. وكازما مستغرب من المكان وبيقول لنفسه هل انا دلوقتي اقدر ابدا مغامراتي واستخدم السحر في العالم الموازي؟ ويلاقي ان ايكو بتاعت بتقول اخرسي لو عايزه ترجعي لعالمك ارجعي تاني وريحيني بقى بصي وانا هعمل مغامراتي لوحدي ومش عايزك. فبتقول له انت بتقول ايه يا متخلف؟ انا بقعد عشان مش عارف ارجع تاني. فبيقول لها ايه دي بس انت كده دلوقتي لازم نروح للنقابه عشان نجمع المعلومات وبيروحوا فعلا. بتقول له ممكن تناديني كوكو عشان نكون الدنيا حلوه والناس ما تاخدش بالها بس وبتاع. فبيقول لها ماشي مش انت الالهه ما تقول لنا بقى مكان النقابه دي فين. بتقول له ازاي بقى انا اعرف مكان النقابه دي ازاي في عالم كل الناس اللي في حياتهم تافهه. بيقول كذا ما البت دي ملهاش فايده. وهم داخلين فبيقابلهم راجل بيقول لهم انت لابسك غريب كده ليه؟ فكذا بيقولوا ان هم جم من مكان بعيد عشان يحاربوا جيش ملك الشياطين. اهلا وسهلا بيك قدام بوابه الجحيم، المكتب بتاع المغامرين هناك اهو. وبيخش جوه وبيقابلوا بنت في الاستقبال هناك. أوه. يا بت ركز يا ابني ركز. وبيقولوا احنا عاوزين نبقى مغامرين. فبترد عليه تمام بس الاول لازم تدفع رسوم التسجيل. يسال كوكو بيقول لها لو كان معاكي فلوس. فبتقول له لا انت جبتني معاك ما كنتش اعرف معيش فلوس. فبيقول ان هي ملهاش فايده. وبيروحوا يقعدوا يفكروا في الحل هيعملوا ايه دلوقتي. بتروح لكام بتقول له انا الاله اللي بتعبدني طائفه الاكسيس وطالما انت بتعبده يبقى اديني فلوس. فبيرد عليك كان ولا مش طائفه الاكسيس انا من طائفه تانية بس انا هديكي فلوس عشان العلاقه اللي ما بين استغفر الله الالهين وكده يعني. وخد الفلوس دي بس بعد كده ما تقوليش انك الهه. فبتقول له انا اسفه وبتاخد منه الفلوس. وبترجع تاني للبت الجامده تنينو. احنا كنا فين؟ عشان يدفعوا رسوم. وبعد ما بيدفعوا رسوم بتديهم بطاقه التسجيل وبتقول لهم ان كل محارب ليه مهمته الخاصه وان كل لما تموت الوحوش بتاخد نقاط بتزودك في مستواك وكل لما تعلي في المستوى بتتعلم مهارات جديده. وبتقول لهم يحطوا ايديهم على الكريستاله بتاعتهم وبيحط جزم ايده وبتطلع الاحصائيات بتاعته ان هو بيبقى عادي في كل حاجه الا الذكاء والحظ عاليين جدا بشكل مش طبيعي. وبتقول له ان الحظ مش هيساعدك في المغامرات وان انت ممكن بالحظ ده تبقى تاجر ناجح. فكوكو بتضحك عليه بيقول لها بليز خلي شغلتي الرئيسيه ان انا ابقى مغامر يعني لو سمحتي بليز. فبتقول له ماشي. وبتروح كوكو تجرب حظها وبتشوف احصائياتها انها بعيده جدا عن الذكاء والحظ الا ان جميع الاحصائيات بتتجاوز كل المستويات العليا بمراحل. تسالها كوكو هل ده معناه اني مذهله؟
فبتقول لها اكتر من مذهله، وبناء على ذكائك فانت مستحيل تبقي ساحره، بس انت ينفع تبقي اي حاجه مقاتله صليبيه او سيده السيوف او رئيسه كهنه. وبتختار كوكو انها تبقى رئيسه كهنه عشان تعالج اصدقائها. فبتقول لها ان انت هتبقي رئيسه كهنه قويه جدا وهتقدري تشفي كل اصدقائك بالسحر بتاعها، واحساسك هتخليكي مغامره مذهله. كلهم بيفرحوا بيقولوا ان الفتاه دي تقدر تهزم ملك الشياطين، وكذا ما بيبكي في الزاويه بس بيتقبل وضعه وبيقول عادي. هو عامل زي تعديل الشخصيه والمغامره بدات للتو. وكده بتكون انتهت الحلقه. قول له ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. وده فيديو كمان تخش عجبك، وده فيديو تاني عجبك قول لي رايك في الفيديو تحت.